سنة 2011 مذيعة في بلومبرج سألت إيلون ماسك سؤال بسيط جدا: هل أنت شايف إن BYD ممكن تبقى منافس حقيقي لتسلا؟ ماسك بصلها وضحك، مش ابتسم، ضحك. كان واضح من رد فعله إن فكرة إن شركة صينية تنافس تسلا كانت بالنسبة له نكتة. شركة بدأت في التسعينات بتصنع بطاريات موبايلات، دخلت عالم السيارات متأخر. عربياتها في الأول كانت الصحافة بتسخر منها، ومؤسسها نفسه ما كانش معاه حتى رخصة سواقة. بس بعد حوالي 15 سنة من الضحكة دي المشهد اتقلب. في 2025 تسلا سلمت حوالي 1.6 مليون عربية، ولكن BYD باعت في نفس السنة 2.4 مليون عربية كهربائية بالكامل، وده غير العربيات الهجينة. يعني الشركة اللي كان ماسك بيضحك عليها بقت بتبيع عربيات أكتر من تسلا بكتير. وده مش مجرد رقم مبيعات، ده زلزال، لأن صناعة العربيات كانت طول عمرها لعبة الكبار: ألمانيا، اليابان، أمريكا، تويوتا، فولكس فاجن، مرسيدس، فورد، BMW. أسماء مش بس كانت بتبيع عربيات، ولكنها كمان كانت بتبيع هيبة دول كاملة. بس فجأة شركة جاية من تشينزن، مدينة أغلب الناس من 20 سنة ما كانوش يعرفوا ينطقوا اسمها، بدأت تعمل حاجة محدش كان مستعد ليها: عربية كهرباء أرخص، بطارية أأمن، تصنيع أسرع، وتكنولوجيا بتتحسن كل سنة. وهنا يجي السؤال اللي الفيديو كله مبني عليه: هل BYD فعلا معجزة صينية، ولا احنا قدام أكبر فقاعة في صناعة السيارات الحديثة؟ والأهم، هل BYD جاية تكسر العالم، ولا هي نفسها ممكن تتكسر من جوه؟ وهي دي بالظبط الأسئلة اللي أنا عملت القناة دي عشانها، عشان نجاوب على الحاجات اللي ورا الكواليس اللي أكتر الناس مش شايفاها. فلو عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ قبل ما نبدأ لازم نعرف حاجة مهمة: BYD مش قصة شركة، BYD قصة دولة كاملة قررت إن هي تدخل سباق وتغير قواعده. الغلط اللي أغلب الناس بتقع فيه إنهم بيبصوا BYD على إنها تسلا الصينية، وده وصف سطحي جدا. تسلا شركة تكنولوجيا دخلت عالم السيارات، لكن BYD حاجة مختلفة. BYD بدأت من البطارية، وده فرق ضخم، لأن العربية الكهربائية مش زي العربية البنزين. في عربية البنزين القلب هو الموتور، واللي يملك خبرة الموتور هو اللي يكسب. علشان كده اليابان وألمانيا سيطروا لسنين طويلة، كانوا ملوك المحركات والاعتمادية والهندسة التقليدية. لكن لما العالم بدأ يتحرك ناحية الكهرباء، قلب العربية اتغير، والقلب هنا بقى البطارية. وهنا BYD كانت واقفة في المكان الصح في اللحظة الصح. القصة بدأت سنة 1995 لما مهندس صيني اسمه وانغ تشوان فو أسس BYD في تشينزن كشركة بطاريات قابلة لإعادة الشحن. في البداية كانت بتصنع بطاريات للموبايلات والإلكترونيات، وبعدها في 2003 دخلت عالم السيارات بعد الاستحواذ على شركة شين تشوان أوتو. المستثمرين وقتها ما كانوش مبسوطين، الصحافة كمان ما كانتش مقتنعة، والفكرة نفسها كانت غريبة: إزاي شركة بطاريات هتنافس شركات بتصنع عربيات بقالها أكتر من 100 سنة؟ بس وانغ كان شايف حاجة غير اللي كل الناس شايفاه. هو ما كانش داخل يصنع عربية تقليدية، هو كان شايف إن المستقبل هيكون لعربية مبنية حوالين البطارية. وده اللي حصل. في 2008 حصلت أول لحظة عالمية كبيرة لBYD. وارن بافيت عن طريق شركته بيركشير هاثاواي، واللي بالمناسبة عملنا عنه فيديو لوحده، هسيبه لكم تحت في التعليقات، دفع حوالي 230 مليون دولار مقابل حصة بتقدر ب10% من BYD. وده كان بمثابة ختم ثقة عالمي لشركة ناس كتير كانت لسه بتتعامل معاها على إنها مغامرة صينية غريبة. لكن بالرغم من دخول بافيت، BYD ما طلعتش لفوق مرة واحدة. القصة كان فيها سنين من الإحراج: عربيات تقليدية ضعيفة، تصميمات مش مقنعة، جودة متذبذبة، وسخرية من المنافسين، لحد ما الشركة خدت 3 قرارات قلبوا المعادلة. أول قرار إنها ما تعتمدش على حد. شركات السيارات التقليدية بتشتغل بطريقة معروفة: تشتري أجزاء من موردين، بطاريات من شركة، شاشات من شركة، شرائح من شركة، سوفت وير من شركة، وموتوراتها من شركة تانية. لكن BYD قررت إنها تعمل عكس ده: هتصنع البطاريات، وهتصنع الموتورات، وهتصنع الإلكترونيات، وهتدخل في أشباه الموصلات. يعني هتسيطر على أكبر جزء ممكن من سلسلة الإمداد، ودي حاجة اسمها Vertical Integration. الفكرة دي مش مجرد مصطلح بيزنس شيك، دي كانت السلاح السري. لما أزمة الشرايح ضربت العالم في 2020 و2021، شركات كتير وقفت الإنتاج، لكن الشركات اللي كان عندها تحكم في سلسلة الإمداد كانت أقدر على المناورة. UPS عملت تفكيك لعربية BYD سيل، وقالت إن BYD عندها ميزة تكلفة مستدامة بحوالي 25% مقارنة بشركات السيارات التقليدية. والسبب الأساسي هو التكامل الرأسمالي. في صناعة زي صناعة السيارات 25% مش فرق، دي رصاصة. لما فولكس فاجن أو مرسيدس يحاولوا ينزلوا في سعر عربية
فهم بيضغطوا على هامش الربح، لكن BYD ممكن اصلا تبدا بتكلفه اقل، وده يخليها تلعب لعبه صعبه جدا على المنافسين، سعر اقل ومواصفات اعلى. القرار التاني بقى كان اذكى من انه يكون مثير. BYD ما رهنتش بس على عربيات الكهرباء بالكامل، هي رهنت بقوه على البلوج ان هايبرد، العربيات الهجينه القابله للشحن. في وقت كتير من العالم كان شايف ان الهجين حل مؤقت، ولكن BYD فهمت حاجه بسيطه جدا: الناس مش عايزه ايديولوجيه كهربائيه، الناس عايزه عربيه تنفع في حياتها. لو الشحن مش متوفر الهجين آمن، لو السفر طويل الهجين آمن، لو العميل خايف من البطارية الهجين آمن، لو البنية التحتية لسه ناقصة فالهجين جسر ممتاز. وفي الصين ده كان قرار عبقري، لأن مش كل المدن عندها نفس شبكة الشحن، ومش كل الناس عايشة في مدن عملاقة. فBYD قدمت حل عملي: تمشي كهرباء في اليوم العادي، ولو احتجت بنزين فهو موجود. في 2024 BYD أطلقت الجيل الخامس من تكنولوجيا DMI الهجينة، وقالت إن بعض الموديلات زي الشين ال وسيل 06 تقدر توصل لاستهلاك 2.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وده لما البطارية تكون فاضية، ومدى إجمالي يوصل ل 2100 كيلومتر. وده مش بس بيضغط على تسلا، ده بيضغط على تويوتا نفسها، لأن تويوتا كانت ملكة الهجين. بس فجأة BYD بتقول للعميل: أنا هديك إحساس الكهربائية مع أمان البنزين بسعر صعب. القرار الثالث بقى البطارية. في 2020 BYD قدمت البليد باتري، وهي بطارية LFP بتصميم طويل ورفيع. الشركة قدمتها على إنها أأمن وأرخص وأكثر تحملاً. موسوعة بريتانيكا بتذكر إن BYD أطلقت البطارية دي في 2020 كتقنية لايف BO4 محسنة في الأمان وكثافة الطاقة. الميزة هنا إن ال LFP عادة أرخص وأقل اعتماداً على الكوبالت والنيكل، لكن BYD ما بعتش البطارية على إنها أرخص بس، ولكن كمان بعتها على إنها أمان، لأن واحدة من أكبر مخاوف الناس من العربيات الكهربائية هي الحرائق. فلو أنت تقدر تقول للعميل عربيتي أرخص وبطاريتي أأمن ومداها كويس، فأنت هنا مش بتبيع عربية، أنت بتكسر اعتراضات السوق. وعلشان تفهم حجم الصعود خلينا نبص على الأرقام. في 2020 BYD باعت أقل من 200,000 عربية طاقة جديدة، في 2023 تخطت 3 مليون، وفي 2025 وصلت ل 4.6 مليون عربية. دي مش شركة بتكبر، دي صاروخ. بس الصاروخ ده ما طلعش لوحده، وده السبب اللي خلاني أعمل القناة دي، علشان أتكلم عن الحاجات اللي ورا الكواليس اللي ناس كتير مش شايفاها. فلما المحتوى ده عجبكم اعملوا سبسكرايب. وهنا بقى لازم ندخل الجزء اللي الغرب بيتكلم عنه كتير، ولكن الصين بتحب تقلل منه: الدولة. BYD صعدت بسبب ذكائها وبسبب التكنولوجيا وبسبب الإدارة والتوقيت، ولكن هل الصين ساعدت؟ طبعاً ومش شوية. تقرير CSIS للباحث سكوت كينيدي عن دعم الصين لقطاع السيارات الكهربائية قدر إن الدعم الصناعي الصيني لقطاع الEV من 2009 ل 2023 وصل تراكمياً لحوالي 230.9 مليار دولار. لأن لما شركة بتنافس في سوق عالمي وهي أصلاً جاية من بيئة فيها دعم ضخم وسوق داخلي عملاق وسلاسل توريد متكاملة وبطاريات محلية وحكومة بتدفع الصناعة كلها لقدام، فهنا المنافسة ما بتبقاش شركة ضد شركة، المنافسة بتبقى شركة ضد نظام كامل. لأن الصين كانت عارفة إنها صعب تنافس ألمانيا واليابان وأمريكا في محركات البنزين التقليدية، فهي لو دخلت نفس اللعبة هتفضل متأخرة. لكن لو غيرت اللعبة نفسها، لو العالم بدل المحرك بالبطارية، ساعتها الميزة القديمة بتاعة تويوتا ومرسيدس هتقل والميزة الجديدة بتاعة الصين هتكبر، وده اللي حصل. برنامج ميد إن تشاينا 2025 كان بيستهدف 10 قطاعات استراتيجية، ومن ضمنها سيارات الطاقة الجديدة. في تحليل لميركس بيذكر إن سيارات الطاقة الجديدة كانت ضمن القطاعات المحورية في خطة الصين لتطوير الصناعة والتحول لقوة صناعية. يعني BYD ما طلعتش بالصدفة، BYD طلعت في بلد قرروا إنه يقول إحنا مش هنصنع رخيص بس، إحنا هنملك تكنولوجيا المستقبل. وده يفسر ليه أوروبا توترت. في 2024 الاتحاد الأوروبي فرض رسوم تعويضية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين بعد تحقيق ضد الدعم الحكومي.
BYD أخدت أقل نسبة بين الكبار 17%. بس المفاجأة إن روديوم جروب قالت إن الرسوم دي غالبا مش كفاية لشركة متكاملة رأسيا زي BYD علشان تخلي التصدير لأوروبا غير جذاب تجاريا، وده لأن BYD عندها مساحة تتحمل، فتقدر إنها تقلل السعر وتقدر تضغط الهامش وتقدر إنها تستفيد من أرباح أعلى في أوروبا، وتقدر إنها كمان تبني مصانع محلية علشان تتجنب الرسوم الإضافية. أما أمريكا فاختارت طريق أعنف. أمريكا رفعت الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية ل 100% في 2024، والنتيجة إن BYD عملياً مش داخلة السوق الأمريكي الكبير بالشكل الطبيعي، وده يخلينا قدام مفارقة غريبة جدا. الشركة اللي بقت بتخوف العالم ممنوعة تقريباً من أكبر سوق سيارات في العالم. BYD بدأت تتحرك في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا. البرازيل بقت سوق مهم جدا، وتايلاند بقت قاعدة تصنيع. أوروبا فيها مصنع في المجر وخطط توسع، ومصر نفسها بدأت تشوف السيارات الكهربائية والهجينة بدأت تدخل السوق المصري بقوة أكبر في 2026. بس هنا تبدأ الشروخ، لأن أي قصة صعود سريعة لازم نسأل هل النمو ده صحي ولا فيه ضغط مخفي تحت السطح؟ أول شرخ حرب الأسعار. السوق الصيني بقى عنيف بشكل جنوني، مش BYD لوحدها، في جيلي وفي شاومي دخلت بعربية SU7 وعملت ضجة، وفي تسلا نفسها بتحارب في الصين، والنتيجة كل شركة تقلل سعرها علشان تحافظ على المبيعات، وده حلو للعميل ولكن مرعب للشركات. في 2025 BYD حققت مبيعات قياسية 4.6 مليون عربية، لكن صافي ربحها نزل ل 19%، بالرغم من ان الايرادات زادت 3.5%. يعني بتبيع اكتر ولكن بتكسب اقل، ودي علامة لازم نقف عندها. لما شركة تكبر في المبيعات ولكن تنزل في الارباح يبقى النمو ده مش مجاني، في ضغط، في خصومات، في هوامش بتتاكل، في منافسة بتجبرك انك تضحي بالربح بتاعك علشان الحصة السوقية. رويترز قالت إن فولكس فاجن خسر الصدارة في الصين في 2024 لBYD، لكن في بداية 2026 ومع تراجع الدعم فولكس فاجن رجع في أول شهرين يتصدر مبيعات السوق الصيني، وBYD هبطت للمركز الرابع مؤقتاً بحصة 7%. هل ده معناه إن BYD انتهت؟ لا طبعاً، بس معناه إن السوق المحلي نفسه مش مضمون، وده خطير لأن BYD لسه معتمدة جداً على الصين، فلو الصين عطست BYD تتعب. تاني شرخ الموردين والديون الخفية. في 2025 رويترز نشرت تقرير عن نظام دفع داخلي عند BYD اسمه ديليان، كان مستخدم في التعامل مع الموردين. التقرير قال إن BYD في 2024 كانت بتاخد في المتوسط 127 يوم علشان تدفع للموردين والدائنين قصير الأجل، وكتير من الشركات العالمية بتدفع في أقل من 90 يوم وأحيانا أقل من 60 يوم. الأخطر إن GMT ريسيرش قالت إن استخدام BYD لتمويل سلسلة الإمداد معناه إن صافي الدين الحقيقي في يونيو 2024 ممكن يكون أقرب ل 323 مليار يوان، وBYD ما ردتش على أسئلة رويترز بخصوص ادعاءات GMT. خلينا نبسطها، لو شركة بتأخر الدفع للموردين فهي بدل ما تاخد قرض من البنك ويظهر في ديونها، لا، المورد يفضل مستني فلوسه، وده ممكن يساعد الشركة إنها تحافظ على السيولة، بس لو زاد عن حده بيبقى ضغط ضخم على سلسلة الإمداد. وهنا السؤال، هل BYD قوية لأنها عبقرية في التصنيع ولا جزء من قوتها إنها بتضغط الموردين لآخر نفس؟ الإجابة غالباً الاثنين. ثالث شرخ عربيات الزيرو كيلو. في 2026 EB قالت إن الصين بدأت تشدد على صادرات العربيات الزيرو مايلج، ودي عربيات جديدة بتتسجل وبعدين تتصدر على إنها مستعملة، وده لأن الممارسة دي ممكن تضخم أرقام المبيعات وتخلي المخزون الزايد كأنه اتباع، وكمان تسبب مشاكل خدمة ما بعد البيع للمشترين في الخارج. التقرير ما سماش BYD تحديداً، ولكنه بيكشف مرض موجود في السوق الصيني كله، ولما السوق يبقى فيه فائض إنتاج ومنافسة مميتة طبيعي تظهر ممارسات غريبة. رابع شرخ الجودة والاستدعاءات. في سبتمبر 2024 BYD استدعت حوالي 97 ألف عربية دولفين ويوان بلس بسبب عيب تصنيع في وحدة التحكم في الدركسيون ممكن يؤدي لحرائق. طيب هل استدعاء 97 ألف عربية BYD معناه إن العربيات بتاعتها سيئة؟ لا طبعاً، كل شركات السيارات بتعمل استدعاءات، لكن لما شركة بتكبر بسرعة رهيبة أي مشكلة جودة بتبقى أخطر، لأن السؤال هنا بيبقى هل نظام الجودة كبر بنفس سرعة الإنتاج؟ خامس شرخ البرازيل، وهنا الموضوع مش تقني، ده أخلاقي. في ديسمبر 2024 رويترز نشرت إن مسؤولين برازيليين لقوا 163 عامل صيني
في ظروف وصفوها بإنها شبيهة بالعبودية في موقع بناء مصنع مملوك لBYD في ولاية باهية. التقرير قال إن العمال كانوا جايين عن طريق شركة تانية، وإنهم اشتغلوا ساعات طويلة وأحيانا 7 أيام في الأسبوع، وكمان كانوا في ظروف سكن مهينة، وإن 107 منهم على الأقل كانت جوازات سفرهم محتجزة. ولكن BYD قالت إنها قطعت علاقتها بالشركات المسؤولة عن العمال وبتتعاون مع السلطات. وبعدها في 2026 رويترز قالت إن البرازيل وضعت BYD على قائمة لأصحاب العمل المرتبطين بظروف شبيهة بالعبودية بسبب فضيحة 2024. ودي مشكلة كبيرة، لأن لما شركة تقول إنها جاية تغير العالم للأخضر والأفضل، فأي فضيحة عمالة بتكسر الصورة دي. أنت مش بس بتبيع عربية كهرباء، أنت بتبيع مستقبل أخلاقي. فلو المستقبل الأخلاقي ده اتبنى على عمالة مضغوطة، القصة بتتلوث. طيب نرجع للمنافسين. BYD ضد تسلا لسه أقوى في البراند العالمي والسوفت وير والشحن في أسواق كتيرة والAI ناريتيف، لكن BYD أقوى في تنوع الموديلات والسعر والهجين وسلسلة الإمداد. تسلا بتلعب على المستقبل وBYD بتلعب على السوق. BYD ضد تويوتا، دي المعركة الأذكى، لأن تويوتا ما راهنتش بكل قوتها على العربيات الكهربائية بالكامل. تويوتا طول عمرها مؤمنة بالهجين، والغريب إن 2026 بدأت تثبت إن الهجين لسه قوي. رويترز نقلت إن تويوتا بتخطط لرفع إنتاج العربيات الهجينة والهجينة القابلة للشحن بحيث تشكل 60% من الإنتاج. يعني تويوتا ما ماتتش. BYD فاهمة ده، علشان كده DMI مهم جدا. BYD بتحارب تسلا بالكهرباء وبتحارب تويوتا بالهجين، وهنا قوتها. BYD ضد فولكس فاجن ومرسيدس. لسنين طويلة العميل الصيني كان بيحب البراند الألماني، لكن الجيل الجديد في الصين بدأ يسأل سؤال مختلف: ليه أشتري عربية أجنبية أغلى وفيها عربية محلية فيها شاشة أكبر، سوفت وير أحسن وسعر أقل؟ وده معناه إن الصين مش بس بتكسب في الصين بتسحب الأرباح من الشركات اللي كانت متعودة إنها تكسب في الصين، والفرق ده مرعب. ودي مش كلها بسبب BYD طبعا، لكن BYD جزء من الضغط العالمي اللي بيقول لشركات السيارات التقليدية الكهرباء أصعب مما كنتم فاكرين، والصين أسرع مما كنتم فاكرين. بس في نفس الوقت BYD عندها منافسين صينيين خطيرين جدا. جيلي مثلا بدأت تضغط عليها في الهجين. رويترز قالت إن جيلي قدمت تقنية هجينة اسمها ليشين EMI، يعني حتى داخل الصين مش قاعدة لوحدها على العرش. وده بيخلي سؤال BYD رايحة فين معقد. أنا شايفة إن BYD قدامها 3 سيناريوهات. الأول إنها تبقى تويوتا القرن ال21، وده ممكن جدا لو BYD قدرت انها تحافظ على الجودة وتتوسع بره الصين وتسيطر على الهجين والكهرباء الرخيصة. ممكن تبقى الشركة اللي تغير مفهوم العربية الاقتصادية عالميا. السيناريو الثاني تبقى سامسونج بتاعة السيارات، شركة آسيوية ضخمة عندها تكنولوجيا ومنتجات كتير وأسعار مختلفة من الرخيص للفخم. يعني هي مش عايزة تبقى شركة عربية واحدة، هي عايزة تبقى إمبراطورية. السيناريو الثالث تكبر بسرعة أكتر من قدرتها، وده الخطر، لأن التوسع العالمي مكلف، الجودة صعبة، وخدمة ما بعد البيع أصعب، والثقة في الأسواق الخارجية مش بتتبني في سنة، والتعريفات والحروب التجارية ممكن تخنقها، والضغط على الموردين ممكن ينقلب عليها، وحرب الأسعار ممكن تلتهم الأرباح. وده اللي بدأنا نشوف لمحة منه في 2025. رأيي الشخصي BYD مش خدعة، لكنها كمان مش معجزة بريئة. هي شركة شاطرة جدا في بلد لعب اللعبة بذكاء شديد، واستفادت من دعم وسياسات وسوق داخلي عملاق، وبنت نموذج من الصعب جدا على الغرب إن هما يقلدوه بسرعة. BYD قوية لأنها جمعت 4 حاجات في نفس الوقت: تكنولوجيا البطاريات، التكامل الرأسي، سوق صيني ضخم، ودولة قررت انها تراهن على القطاع كله. وده الخليط اللي خلى الغرب يرتبك. الغرب اتعود انه ينافس شركات، لكن هنا هو بينافس منظومه. ومع ذلك انا مش شايفه ان BYD هتبلع العالم بسهوله، وده لان ده عالم السيارات مش عالم الموبايلات. لما تشتري موبايل ويطلع مش عاجبك ممكن تغيره بعد سنه، لكن العربيه قرار كبير، فيه امان، فيه صيانه، فيه قطع غيار، فيه اعاده بيع، فيه ثقه، فيه خدمه، فيه اعتماديه بعد 5 أو 10 سنين. وهنا
لسه BYD محتاجة انها تثبت نفسها عالميا، ممكن تكسب في السعر وممكن تكسب في المواصفات، لكن هل هتكسب في الثقة طويلة المدى؟ ده السؤال الحقيقي. لو BYD حلت الأسئلة دي هتبقى خطر جدا. أنا شايفة إن BYD رايحة إنها تبقى لاعب عالمي ضخم، ولكن مش بدون خسائر. هي هتكسب أسواق كتير في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، ولكن هتتعب في أمريكا بسبب السياسة، وهتضغط على أوروبا، ولكن أوروبا هتحاول تحاصرها بالجمارك والقوانين، وهتواجه جحيم داخل الصين نفسها من جيلي وشاومي ولي أوتو وغيرهم. يعني BYD مش داخلة طريق مفروش ورد، هي داخلة حرب عالمية على شكل سوق سيارات، والفائز مش هيبقى اللي عنده أحسن عربية بس، الفائز اللي هيقدر يعمل 5 حاجات مع بعض: ينتج بسرعة، يبيع بسعر مناسب، يحافظ على الجودة، يبني ثقة عالمية، ويستحمل السياسة. وهنا BYD عندها أول 2، لكن آخر 3 لسه تحت الاختبار. BYD مش أكبر خدعة في عالم السيارات. الخدعة الحقيقية إن شركات العربيات افتكرت إن البراند كفاية، وافتكرت إن العميل هيستنى، وإن الصين هتفضل تصنع لهم قطع رخيصة مش هتنافسهم على المنتج النهائي، وإن التحول الكهربائي هيحصل ببطء وتحت سيطرتهم. بس الصين غيرت السرعة، وBYD كانت أسرع عربية على الطريق. ولو أنت شايف إن العربيات الصينية هتسيطر على السوق، اكتب لي في الكومنتات. وهل ممكن تشتري BYD؟ ولو وصلت لحد هنا اعمل سبسكرايب واعملوا لايك على الفيديو، لان الفيديو الجاي هنتكلم عن صناعة تانية الصين بتعمل فيها نفس اللعبة بالظبط، بس المرة دي التأثير ممكن يوصل لكل بيت في العالم. ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي بيتكلم عن وارن بافيت، واشوفكم في الفيديو الجاي. الى اللقاء.